السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم. النهاردة كيكة الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين بالصوص الخطير ده، مكونات موجودة في بيتك وهنعملها في الخلاط، ما فيهاش أي تكلف خالص. شايفين عاملة ازاي؟ كيكة ناعمة وطرية وطعمها أحلى من الجاتو ومن التورتة كمان. بصوا الطراوة بتاعتها، والصوص كمان بيلمع وطعمه يجنن. يلا بينا على طول على الخلاط. اول حاجة هنجيب 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هنضيف لهم 2 باكت صغير من الفانيليا. هنحط كمان كوباية من السكر، سكر الحبيبات العادي، كوباية الا ربع من اللبن. ولو تلاحظوا حضراتكم انا مستخدمة نفس الكوباية في المعيار في كل المقادير. معايا كمان نص كوباية من الزيت النباتي. شايفين السهولة؟ كله في الخلاط مرة واحدة. هنحط كمان رشة من الخل او بما يعادل نص معلقة صغيرة. هضرب الكلام ده كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين السهولة. احس بس بقول لكم ان اللون يفتح شوية بتاع الخليط بتاعي ويبتدي يعمل كده فقاعات ورغاوي على الوش، اتأكد ان الخليط بتاعي جاهز تماما بالشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو جدا. نجيب بقى بولة ونحط فيها المكونات الجافة بتاعتنا اللي هي عبارة عن كوباية ونص من الدقيق المنخول، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة بسيطة جدا من الملح. نقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض بالويسك العادي خالص اهو. بالمناسبة ممكن كمان تستغنوا عن الخلاط في عمايل الكيكة، ممكن خالص ان احنا نعملها بايدينا، ممكن نعملها بالويسك اللي في ايدي ده، موضوع سهل وبسيط جدا. هنزل بالمكونات السايلة على المكونات الجافة وهقلب في اتجاه واحد. اتأكد ان انا بقلب ان مفيش اي بقايا دقيق من الجوانب او من القاع بتاع البولة. تمام، ده القوام المناسب جدا بتاع الكيكة. شايفين كل شوية بتأكد كده بالويسك في القاع ان ما يكونش فيه اي بواقي دقيق. بجيب الصينية بتاعتي ومش بدهنها اي حاجة خالص، بنزل بالخليط بتاعي. بكون طبعا مشغلة الفرن من قبل والفرن سخن جدا بالسباتيولا كده، وبنزل كل اللي باقي من الخليط وبوزع الخليط بتاعي بالشكل ده. اتأكد ان كل السطح بتاع الكيك متساوي. بهز الصينية كده عشان نتأكد من التساوي السطح كويس. تدخل على فرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة بالظبط. بجيب الستيك وبتأكد لما الستيك بتطلع معايا نظيفة مفيهاش اي بواقي كيك. حلو جدا. هسيب الكيكة تبرد على جنب وتعالوا نجهز مع بعض الكريمة. عبارة عن نص كوباية من السكر، كوباية من كريم شانتيه البودر اللي من غير سكر، وكوباية مية ساقعة وزي ما انتوا شايفين فيها قطع تلج صغيرة. وابتدي بالمضرب اضرب الكلام ده كويس جدا لغاية ما يديني القوام بتاع الكريم شانتيه المعروف بالشكل ده. كل ما يكون المية بتاعت الكريمة مية ساقعة جدا او كمان فيها قطع تلج زي ما انا عملت، كل ما تديكوا القوام بتاع الكريمة الحلو ده المتماسك الجميل. بجيب هنا 2.5 معلقة كبار من الكاكاو الخام وربع كوباية برضو من المية الساقعة، وبقلب الكلام ده مع بعضه. شايفين لغاية ما يكون معايا العجينة زي ما حضراتكم شايفين كده. انزل بيها على خليط الكريمة اللي انا عملته، علشان عايزة لون الكريمة كله يبقى لون براون، كل الشوكولاتة باينة في كل اجزاء الكيكة. حلو جدا. هكمل ضرب دقيقة واحدة بس لغاية ما اللون يختلط ويديني اللون موحد.
تمام. ادي القوام بتاع الكيكه وادي اللون الحلو اللي انا عايزاه. في الوقت ده الكيكه بتاعتي كانت بردت، جبت الستيك وعملت ثقوب زي ما حضراتكم شايفين علشان تتشرب الخليط اللي انا هحطه لها دلوقتي، واللي هو عباره عن كوبايه من اللبن الساقع زي ما حضراتكم شايفين كده، اللبن من التلاجة. ما تستكتروش كميه اللبن، الكيكه حالا هتتشرب كل الكميه دي. اسيبها بقى دقيقه دقيقتين لغايه ما تتشرب وتبقى بالشكل ده. انزل عليها على طول بخليط الكريمه اللي انا عملته مع حضراتكم. شايفين القوام بتاع الكريمه ممتاز جدا، اللون كمان حلو، بخلاف الطعم بقى حكايه. واوزع الكريمه بتاعتي على السطح بالشكل ده من كل الجوانب. تمام. احطها بقى في التلاجة لمده ما تقلش عن ساعتين عشان تتماسك كويس معايا لما اجي اقطعها. شايفين الطبقات باينه قوي. خلاص هحطها دلوقتي في التلاجة تسقع براحتها. نكون مجهزين مع بعض دلوقتي صوص الشوكولاتة، وهو عبارة عن نص كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، نص كوباية من اللبن، ونص كوباية من الزيت النباتي. واخر حاجة لإضافة نكهة حلوة هنضيف باكت من الفانيليا اهو، باكت واحد بس، ما نزودش عن كده. حلو جدا. زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت كل المكونات بتاعتي في الكسرول، وهقلب على البارد قبل ما ارفع الكلام ده على النار. مهم جدا الخطوة دي. بالويسك كده وابتدي اقلب كويس جدا لغاية ما الاقي الكاكاو اختفى تماما وبقى بالشكل ده. حلو قوي. ارفع الكلام ده على النار لمدة دقيقة بالظبط. انا مش عايزاه يغلي كتير، انا عايزاه يدوب يدفى معايا. هأكد تاني ملحوظة يا جماعة، انا عايزة الخليط ده يدوب يبقى دافي ما يغليش. شايفين القوام عامل ازاي؟ مفيش تكتلات، لمعة حلوة قوي، جناش ممتاز واقتصادي وموجود في كل بيت. في الوقت ده كانت الكيكة بتاعتي طبعا بردت تماما وبقت تمام. كمان الجناش بصوا دافي يا دوب. اروح موزعاه على السطح بتاع الكيكة بالشكل ده. الله الله، ممتاز. وابتدي كده بالسباتيولا وابتدي اوزع الخليط بتاعي بتاع الصوص على سطح الكيكة بالشكل ده كده. هدخله تاني التلاجة يسقع بس شوية. عايزة اوريكم شكل الطبقات، يا رب تكون باينة وواضحة قدامكم. طبقة الكيك وطبقة الكريمة وطبقة صوص الشوكولاتة. كيكة بجد تستاهل بقكم. هدخلها بقى التلاجة ترتاح كده وتسقع عشان لما اجي اقطعها ما تغلبنيش. جبت السكينة بتاعتي وببتدي من النص كده واقطع، والتقطيعة دي بتاعتكم جدا براحتكم. عايزين تقطعوها مثلثات، مربعات بحجم الكيكة العادية، عايزين تقطعوها قطع مستطيلة زي بتاعة الجاتو، براحتكم خالص. انا قطعتها بالشكل التقليدي العادي جدا. تمام. وابتدي كمان اقطع القطع بالطول. ممكن بين كل مرة ومرة نمسح السكينة بمنديل ورق، ممكن لا زي ما انتوا حابين. انا مسحتها في اول مرتين وبعد كده اشتغلت معايا حلو عشان الصوص ما يلزقش معاكم. يلا نطلع قطعة كده مع بعض ونشوف الشكل من جوه الجمال والحلاوة بتاعة الكيكة النهاردة. اللهم بارك. شايفين يا جماعة؟ شايفين طبقة الكريمة باينة، الكيكة والصوص نازل عليها حكاية. رهيبة كيكة بجد، رهيبة، ناعمة جدا، طرية بتدوب في البق، خليط كده ما بين الجاتو والتورته، واحلى بكتير بجد عن تجربة. جربوها، اوعدكم بطعم لا يقاوم. شايفين القطعة محترمة جدا، شيك، بالذات لو قدمتيها لضيوفك هتبقي بتقدميها وانتي راضية جدا. اتمنى النهاردة وصفتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب. كنت معاكم مها جوهر، شكرا لكم، السلام عليكم.